يا راجل ابقى ماشي في الشارع وابوس عادي؟ لا ايوه ما علينا يعني عادي اشوف واحده في الشارع اروح بيسها. لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. بص بقى انا مش طايق حدوته. ليه يا عم فهمان بس كده؟ بقالك كام يوم كده جايب لي افلام كلها مرض نفسي لحد لما مرضتني يا جدع. لا يا عم انا جايب لك النهارده فيلم ساعة ونص. ياه ساعة ونص بحالهم؟ اعمل فيهم ايه انا كل دول؟ لو ما سكتش انا هغير الفيلم ده واجيب لك فيلم سبليت. فهمان يا حبيبي الفيلم اسمه ساعة ونص، ايه مش عارفه؟ عارفه، مش ده بتاع الفيلم اللي بيدور احداثه في قطر وفي ناس بره وناس جوه والكلام ده؟ ايوه الله ينور عليك، بس احنا النهارده هنغير الفكره ان ماذا لو القطر وصل بعد الساعة ونص. ايه ده، هو القطر ما وصلش؟ يا حبيبي القطر اتقلب وكلهم ماتوا، عقبالك كده عشان اخلص منك. بس تعرف يا فهمان لو القطر وصل كانوا هيموتوا برضه، بس موتة ابشع بكتير، حاجه كده زي الفلافل المطحونه وبعد ما تتطحن تترمى في الزيت المغلي تاني وفي الاخر تقوم محطوطه في قراطيس جرايد، وده شكل حياتنا اصلا لو احنا ما موتناش من القطر. سوسن بدر وهي عامله دور الام اللي لسه عايشه كانها بنوته صغيره، بتعمل بقى تمارينها الرياضيه وخناقاتها كتير مع بنتها اللي يا عيني اخدت عمرها كله ولسه برضه لحد دلوقتي معتمده عليها حتى كمان بعد ما اتجوزت. ما هو جوزها يا عيني اتسرح من الشركه اللي كان شغال فيها. المهم الاتنين رايحين ان هم يركبوا القطر عشان يقبضوا المعاش، ولما ركبوا بدانا نسمع مشاكلهم. الام اللي عايشه لوحدها بتطلع عيني غلبها في السجاير وعايشه في وحده وبتكلم رجاله على النت وبتحاول انها تشرط الصعيدي راكب جنبها اصلا. مش برضو طنط خبرة ولا ايه؟ يا حبيبي خبره، وعندها السكر ونسيت تحط الدواء معاها في الشنطه، بروح اديهولها. المهم بنتها بقى كمان في مشكلة انها عاوزة فلوس بأي طريقة عشان تسد مع جوزها، ما هو بقى خالي شغل دلوقتي. ولكن ما علينا، القطر بيمشي وبنلاقي ساعتها راكب معانا عبد العزيز ومراته الدكتورة، واللي بنعرف ان هم ولاد عم. اتجوزها وهي في تانية ثانوي، بس عشان كان بيحبها خلاها تكمل تعليمها وضحى علشانها كتير عشان تنجح وتدخل كلية طب. ولما اتخرجت باع ارض عشان يفتح لها عيادة ويشتغل فيها تمرجي، وهو ولا بيعرف يقرا ولا بيعرف يكتب. بس هو دلوقتي جوز الدكتورة. بدأ ساعتها بقى ان هو يحس بالندم عشان خلاها تكمل تعليمها، وهو بالنسبة لها ولا حاجة، بس هي بكل حب بتقول له ان هو كبر في نظرها بان هو واقف جنبها ونفسها بس ان هو يوافق انها تسافر تاخد منحه من بلاد بره. بس الراجل شايف انها ازاي تسافر مع راجل غريب وتقعد 6 شهور، وقام حالف عليها بالطلاق انها مش مسافره، وقام كمان ضاربها بالقلم. طبعا دلوقتي هي قاعده زعلانه على حالها، ازاي بعد الحب والتضحيه دي كلها يقوم جاي يضربها بالقلم. تيجي بعد كده بنت الست اللي عامله نفسها صغيره على الحب دي وتنادي على الدكتوره ليه؟ عشان امها دخلت في غيبوبه سكر. فتلاقي بعد كده الدكتوره تقوم جايه جاريه وتنقذها، وجوزها ساعتها بقى فخور بيها وانها قد ايه هي دكتوره شاطره، قد ايه احنا بنكون متناقضين في افعالنا، بس والله تناقض صحي يا حدوته، يعني يبين قد ايه برضو احنا في الاساس كويسين. تناقض صحي؟ والله فهمان انا ساعات بحس انك بتفهم ساعات. المهم عارف بقى خريج الجامعه اللي مش لاقي شغل؟ عارف ايه ده، انا حافظه صم اهو قدام اهو. ولا لم نفسك يلا، خريج الجامعه ده بقى بيبيع كتب في القطر دلوقتي، بيبيع رسائل حب، كلام هابط كده بس بيبي هنعمل ايه؟ الراجل عاوز فلوس. بس حتى برضه في الشقه ده كله برضه بيلاقي المخبر عاوز منه اوتاوه عشان يطلع يسترزق هو على القطر. صاحبنا ده بيقابل صاحبه من ايام الجامعه وبيقول له ياه ازاي يا عم بعد ما كنت بتشيل كتب لكارل ماركس وكنت توقف الجامعه كلها في مظاهره يبقى ده حالك مع كتب هابطه اساسا محدش بيقراها. ده انت عيل ما تسيبه يا عم، انت جاي تقلب عليه مواجهه ليه؟ الله ويطلع بين بسلامته كارل ماركوس ده. يا ريتك كنت في القطر يا فهمان، يا ريتك كنت في القطر يا فهمان. يا ابني سنة كمل بقى يا ابني. بتاع رسائل الحب ده ساب صاحبه ومشى وبيقول له ساعتها يا ابني انت اخرك تاخد رقم عشان تشوف لي شغل، وانا ساعتها كمان عارف انك مش هتتصل، مش عشان انت بتكرهني لا عشان هي بايظه. وساعتها سابه ومشى وقابل ام عبده، واللي ربنا يسامحها عشان كل ما بتفرج على الفيلم ده بقعد اعيط بسببها. ام عبده دي ركبت القطر وهي بتدور على ابنها كبير مش عيل ولا حاجه، وقالت ساعتها بتاع رسائل الحب ان ابنها قال لها لو تهنا من بعض خلي حد يقرا الورقه دي ويوصلك العنوان ده. وللاسف هو قراها، واللي كان مكتوب فيها ان اللي يلاقي الست دي يوديها لاقرب دار مسنين. يعني ابو الابن اللي يعمل في امه كده يا جدع. صاحبنا بتاع رسائل الحب مرضاش ان هو يقول لها اللي مكتوب، وراح ساعتها جاب لها حاجه تاكلها، ولما جاي يديها الاكل لقيته انها نفسها تسدد انها كان نفسها تاكل مع ابنها. فقرر ساعتها ان هو يقول لها الحقيقه، وهي بدات تلوم نفسها انها طلبت منه دواء السكر وهو يا عيني ما كانش معاه فلوس، وانها غلطانه عشان ما ينفعش انها تضغط عليه. وقعدت ساعتها تدعي له وتقول له طب مين هيغسل له هدومه، طب مين هياكله. بقول لك ايه سيبك من الغم ده كله بقى، احنا برضو كان معانا في قدر حضرة الصول اللي لسه ماسك واحد جاي من السويد طازه كان بيبوس صاحبته في الشارع. هتقولي طب ماسكه ليه؟ عشان كان عاوز يطبق القيم والاخلاق. هو الصول غلبان ده، حتى من كتر ما هو غلبان ما كانش عارف الفرق بين السويد وامريكا وبيحسبهم واحد اصلا. عارف فهمان برغم ان هو عاوز يطبق الاخلاق بس هو ما عندوش اي مشكله ان هو ياخد رشوه منه عادي جدا يعني. وبعدين يعني هو بيني وبينك مش بيسميها الرشوه عشان استغفر الله العظيم يعني الرشوه حرام. المهم الصول ده كان حاطط في ايده كلبشات طول الطريق، بس لما عرف ان هو عايز يتجوز
يتجوز واحده مصريه فك الكلبشات على طول واداله السجاير بس عشان يرضى ان هو يتجوز اخته اللي حضبور يا عيني، وعمال يقنعه انها محترمه ومعاه كليه. يلعن ابو الفقر يا جدع. يا اخي جدد بقى، قول حاجه دي ما تتعبنيش معاك بقى. الفقر يلعن ابوه. يا جدع يلعن ابو اللي شغالك معايا يا عم. المهم ان قطر الحياه ده لسه ماشي، هتلاقي فيه بتاع الشاي وابنه الصغير واللي الراجل يعني بيقفش العيل وهو بيشرب سجاير في الحمام بتاع القطر. يا ده عيل مكملش 10 سنين اصلا. قد ايه اجيال بتسلم اجيال لسه برسه. استغفر الله العظيم يا رب. الراجل مراته ماتت وسابت ابنه الصغير رباه معاه كل يوم يتنقل فيه ما بين قطر لقطر، بس هو قال له ان دي اخر مره وهتروح بعد كده عند ستك عشان تدخل مدرسه بقى. اخر اتنين هتكلم عنهم جوه القطر وهم صلاح وعزت، صحاب من هم صغيرين وقرروا ان هم يسافروا ليبيا عشان يشتغلوا. عزت خلى ابوه يبيع ارضه عشان يسافر بس للاسف اتنصب عليهم لما سافروا، وقعدوا ساعتها يعافروا سنتين من غير اي فايده. عزت الكليه بتاعته باظت من العيشه اللي هو عاشها ومش عارف بعد كل ده هيقول ابوه ايه لما يرجع ايد ورا وايد قدام. طيب كل دول بقى كانوا جوه القطر، في ناس برضو قاعده مستناهم على المحطه. اول حد لازم اقوله هو هاله فاخر وابنها. انتوا ازاي كده بجد؟ كلامهم وجعني يا واحد دوته والله العظيم. والله مش لوحدك يا فهمان، ابنها ده بقى دخل في اكتئاب عشان عمال يسقط في ثانويه عامه بقاله 4 سنين. قاعدين يا عيني بقى هما مستنيين اخوها يجي لعل وعسى يديها اي فلوس عشان تعالج ابنها الوحيد، والفلوس دي اصلا ورثها وهو اكله اصلا. اروح لمين يا زمان قول لي، ده حتى خالي كان ورث امي. يا امي يا اما. انا اسف يا جدعان والله ان انا مقعدوا معايا، ملناش دعوه. المهم ان احنا برضو هنلاقي كمان قاعد على محطه ملحن ومؤلف مستنيين مطرب شعبي يسمع اغانيهم لعل وعسى يتشهروا هم كمان وعمالين بقى يغنوا. معانا برضو منى عيله في ثانوي، بنت مين؟ بنت سواق القطر ده، مستنيه ابوها عشان تديله هدوم، بس البنت دي برضو ماشيه مع واحد كده اسمه فريد. الواد ده حرامي بيسرق قضبان السكك الحديد ومعاه صاحبه اسمه صبري، او صبري ده بقى جست الدنيا فيه حرامي وقلنا ماشي، سرق قضبان القطر اللي هيتقلب دلوقتي لو المفتش ما خدش باله قلنا ماشي، فقام مكملها وقام راح ينام مع مرات المفتش اللي لو ما خدش باله من قضبان القطر هيتقلب، ولما جوزها ساعتها بيقفشه قام جاي قتله. طب ليه يا عم الحاج كده؟ بقى الصوره بقت واضحه دلوقتي، القضبان متشاله، المفتش بتاع القضبان مات، فكده كده القطر هيتقلب اصلا كده كده. فريد بقى لما عرف الموضوع ده طلع يجري على بيت المفتش يجيب حاجه اسمها الكبسولات. الكبسولات دي بقى المفتش بيحطها لو في خطر، بيحطها على قضيب القطر، فلما القطر يعدي عليها بتفرقع، فالصوت ساعتها ينبه السواق فيبدا ان هو يهدي السرعه، ولو فرقعت كمان واحده السواق ساعتها بيوقف القطر تماما عشان ده معناه ان في مصيبه اصلا. فريد بقى اخد الكبسولات دي وراح حطها، بس السواق الاطرش ما كانش مركز عشان عارف ان بنته مقضيها مع الشباب على المحطه، واوبا القطر اتقلب. بس احنا متفقين النهارده ان انا عاوز اتخيل ان ماذا لو القطر ده ما اتقلبش. حقيقي يعني صراحه الموت في الفيلم ده هو الراحه، الحياه اللي احنا عايشينها دي مموتانا 1000 مره اصلا. السواق للاسف كان هيوصل بنته اللي مقضياها، وجات منى يعني مش هتروح مدارس تاني وطز بقى في التعليم اللي هيجيب العار لبنته، بس منى ما كانتش هتسكت وكانت هتنتهز اي فرصه ان ابوها مسافر وتقوم جايه مقضياها في ايد الحرامي، برغم ان هو كان بيحاول ينقذ القطر لان هو هيفضل حرامي عشان يلاقي ان هو ياكل ويعيش. اما بقى صلاح فعزت مات منه وهو في القطر، فكان هيضطر ان هو ينزل بجثه عزت قدام ابو وام عزت، وطبعا ابوه ساعتها ممكن يموت فيها اساسا لان هو ما كانش قادر يسلب طوله اصلا، حصل على ابنه وحصل على حاله، لا مال ولا ولد. نيجي بعد كده بقى ايه لحضرة الصول اللي هيساعد الولد اللي اتقبض عليه ويخرجه من القضيه، وفعلا هيروح يتجوز اخته. لا يا عم ده كان بيجاريه بس خلي بالك. بص في كذا حاجه خلتني اقول كده. اول حاجه الولد ساعه لما القطر كان بيتقلب قرر ان هو يقف ويساعد الصول عشان بيحبه. تاني حاجه ان هو قال له ان هو نفسه يتجوز مصريه. تقول لي قال له كده عشان يطلعه اصلا من اللي هو فيه ده؟ هقول لك على المحطه واقفه امه واخته اللي مش طايقين البت السويديه اصلا وعاوزين ابنهم يتجوز مصريه عشان يفضل جنبهم. عندك مثلا برضه هالة فاخر هتروح الاسبوع الجاي وتستنى اخوها برغم انها عارفه ان هو هيتهرب تاني، ولكن هي ما قدامهاش حل تاني غير انها تثق في اخوها ده. والعريس اللي كان جاي البنت المفتش بتاع القضبان كان هيوصل، والمفتش كان هيزنق نفسه اكتر عشان يجوزها ويستر بنته وهكذا. وبتاع الشاي كان هيودي ابنه عند سته عشان توديه المدرسه، بس برضه الولد هيفضل يهرب ويروح لابوه عشان بيحبه ومتعلق بيه، ويوصل بيه الحال في الاخر ان هو يبقى بتاع شاي برضه زيه زي ابوه. الواد ده هيروح المدرسه ويتعلم ويبقى دكتور او مهندس. الواد ده شاف شقى ابوه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان ما يشوفش ابوه تعبان. المثاليه في ابهى صورها. حبيبي اللي انت بتقوله ده كلام روايات، اللي هيحصل اللي انا قلت عليه. بتاع رسائل الحب هيفضل يبيع رسائل حب، وصاحبه اللي قبله مش هيتصل بيه اصلا عشان فعلا مفيش شغل، ومش هيعرف اصلا ان هو يجيب له شغل، بس هياخد ام عبده تعيش معاه. اي نعم هي في الاول هترفض بس هتقبل وتروح تعيش معاه عشان مفيش حل غير ده، وربنا هيكرمه على الحركه دي. بس يكرمه ازاي؟
بص والله ما عارف، بس هو اكيد ربنا هيكرمه. اما بقى طنط الخبره سوسن بدر هتساعد بنتها، ما هي ما قدامهاش غير كده اصلا. اي نعم هيفضلوا يتخانقوا ليل ونهار، بس في الاخر دي بنتها ودي امها يعني. واخيرا الدكتوره، بص وانا شايف ان هو حلف بالطلاق انها مش هتسافر بره، يبقى خلاص هتسمع كلام جوزها ومش هتسافر. صدق انك راجل ذكوري متخلف يلا. بصوا يا جماعه، الراجل ده بقى اغلى ما عند الفلاح اللي هي ارضه عشان بس مراته تبقى دكتوره، اكيد يعني هيوافق انها تسافر. هما يعني اتخانقوا بس في الاخر كان حاسس بفخر بمراته وهي بتنقذ الناس في القطر من الموت، فاكيد هيوافق. لا مش هيوافق. هيوافق. لا مش هيوافق.